السلام عليكم. بنقدم تعزينا كل مرة لأن الحادث جلل في ليبيا ودرنا، وبتتكشف الحقيقة يوم بعد يوم. امبارح أنا نزلت فيديو قلت فيه سوء إدارة على الأرض، ومفيش غرفة عمليات، ومفيش إدارة للموقف بشكل احترافي، وإدارة للأزمة بشكل احترافي. بتتكشف الحقيقة إن كل يوم بعد يوم إن فيه ناس عايزة تحقق مكاسب سياسية من خلال الأزمة في ليبيا. يعني ناس عايزة باسمائها ان الناس تستأذن منها او تبعت لها خطابات او تبعت لها استئذان لدخول فرق الاغاثه، عشان هي تحقق مكاسب سياسيه ان انا اللي متحكم في الشرق الليبي، ان انا هنا الرئيس بتاع الجزء ده في ليبيا، فلازم الناس كلها تستأذن مني انا، ولازم ما تخشش الا عن طريقي انا، ولازم الناس تتعامل معايا انا. فدي اخر وقلل من فرق الانقاذ اللي نزلت في ليبيا. خلي بالكم الوضع ما كانش على احسن ما يرام في عمليه الانقاذ في ليبيا. لو العمليه تمت بشكل احترافي وكده كان تم انتشال وانقذت ناس كتير من تحت الانقاذ. انما الوضع ناس عايزه تحقق مكاسب سياسيه، وناس عايزه تقول انا اللي موجود، وناس عايزه تقول انا الدخول من ليبيا عن طريقي وعن طريق الاستئذان مني. فالمكاسب السياسيه طغت على ارواح الناس اللي ماتت. وطبعا تعزينا، يعني والله عينين الواحد ما دمعت لاي موقف الا موقف ليبيا، موقف الاطفال وموقف السيل. وموقف لو ليبيا دي ما فيهاش سدود على الوادي ما كانش حصل اللي حصل ده كله. كان السيل اللي هيجي هينزل بالراحه وهينزل في البحر وخلاص، وما كناش هتاثر وما كانش هيبقى فيه الكلام ده كله. انما وجود السدود وعدم عمل لها صيانه هو اللي ادى للكارثه دي كلها. وبرضه السياسيين في ليبيا وإدارة الأزمة على الأرض ما فيش حد قدر يدير الأزمة كويس بشكل كويس، ولذلك المعاناة مستمرة لحد النهاردة 8 أيام، والمعاناة مستمرة في درنا وفي الساحل الليبي يعتبر بالمعنى الأصح. دمتم بخير.